في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. القرار النهائي في الزمالك بشأن أحمد حمدي. أسدل الستار بشكل كبير على مشوار أحمد حمدي مع الزمالك بعد انتهاء عقد اللاعب مع الفريق بنهاية الموسم الحالي في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق نهائي بشأن التجديد. ووصلت المفاوضات بين الزمالك واللاعب لطريق مسدود خلال الفترة الأخيرة ليصبح رحيل أحمد حمدي عن صفوف الفريق أقرب من أي وقت فات، خاصة إنه هيكون متاح للانتقال مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاية. وبدأ اللاعب بالفعل يدرس العروض اللي وصلته مؤخرا من أكتر من نادي خارج مصر وسط اهتمام واضح من أحد الأندية القطرية بجانب عرض تاني من الدوري الليبي. وكشف مصدر مقرب من أحمد حمدي إن اللاعب لحد دلوقتي ما وقعش لأي نادي بشكل رسمي، وكان منتظر حسم موقفه النهائي مع الزمالك قبل اتخاذ أي خطوة جديدة. وأضاف المصدر إن اللاعب حاسس بحالة من الحزن بسبب الأجواء اللي عاشها داخل النادي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الأزمات اللي أحاطت بملف تجديد عقده وعدم الوصول لاتفاق للاستمرار مع الفريق.